كل شهر الستات زيكم كده بالظبط، ما نختلفش عن بعض، في منهم طلاب، في منهم سيدات مختلف الاعمار، مهندسين، دكاتره، ايا كان، كل شهر دايموند جهاد انا جبت الفرن اللي نفسي فيه، حلم صغير. اللي بعده انا لسه منزله بوست على صفحتي، واحده جابت ايفون نفسها فيه بعد ما اشتغلت 4 شهور في اوريفليم. واحده ثانيه انا سديت ديون جوزي. واحده ثالثه احنا اشترينا ارض احنا كان نفسنا فيها. الاحلام دي بالنسبه لي انا بحكي لكم دلوقتي بجد وجسمي بيقشعر، لاني انا ببقى فرحانه لهم اكتر ما بكون فرحانه في نفسي. دايموند دايركتور جهاد محروس. استاذه جهاد محروس، تنصحي كل شاب وكل فتاه تعمل ايه علشان توصل لألقاب كتيره وفي المسيره بتاعتها وتحقق اول رقم ازاي، تحقق الكلمه ازاي؟ الاول انا لقب دايما دايركتور، يعني اللقب الخامس في الشركه. المبلغ ده بعد 5 سنين. هي اوريفليم فيها مميزات كتير جدا، يعني هما 3 حاجات يا ريت نطلع من الميتنج نكون حافظينهم عشان لو في اي حد هنا اول مره يحضر. مال وجمال ومتعه، يعني اوريفليم فيها حاجات كتير جدا، ولكن اكتر حاجه بتميزها هي المال. المال فيها ان فعلا زي ما مستر باسل قال، ان ممكن اقعد سنين شغاله في شركه اسمي موظف بقى، اسمي مدير، اقعد سنين لحد ما اوصل لمرتب كبير. انما في اوريفليم حرفيا بجد خلال شهرين 3 بتاخدي مرتبات عاليه جدا. بقول لكم الفكره بتاعت فلوس اوريفليم عامله ازاي؟ اللي هو الفرق ما بين ان انا شغاله في اي شغل تاني ايا كان ايه هو وباخد مرتب ثابت، والفرق ما بين اوريفليم لان الناس اللي مش فاهمه البيزنس صح بتقول لك عيب اوريفليم اللي هو مش مرتب ثابت. ابدا، هو مش عيب، دي اكبر ميزه. وتعالوا اوضح لكم ازاي ان انا لو شغاله في اي مكان تاني مرتبي الشهري ولو يكن 2000 جنيه. اول شهر اشتغلت هاخد ال 2000 جنيه. في اوريفليم لسه بتعلم شويه حاجات كده، فهطلع اول مستوى مرتبه 200 جنيه، فالشخص بيبص على 200 جنيه دي حاجه بسيطه قوي. معلش تعالي نرجع هنا تاني شهر هي ال 2000 جنيه. انما مع اوريفليم ال 200 جنيه دي بتطلع توصل ل 500 جنيه، لسه الارقام بتبقى بسيطه شويه. الشركه اللي انا الثانيه هو برضه بتبقى 2000 جنيه مرتب ثابت، اللي بعد اوريفليم عماله اكبر من المرتب بتاعي هيفضل يكبر. في خلال كام شهر في اوريفليم، 5 شهور 6 شهور، وهنا كل واحد وشطارته فعلا ان هو يهتم ويحط الشغل من اولويته. حرفيا بعد 6 شهور انت مرتبك هيكون 7000 جنيه. طب الشركه الثانيه هي ال 2000 جنيه. الزيادات في اي شركات ثانيه ممكن تبقى سنويه او بعد ما نطلع على 60 سنه، انما في اوريفليم حرفيا في ناس بتقبض 100,000 جنيه شهريا. يعني انا لو واخده المرتب ده عشان لقب، في ناس كبار اكبر مني وسنين اكبر مني في اوريفليم بتاخد المرتب ده. فهنا ليه تكوني جزء من هدف غيرك؟ ليه تكوني انت سبب نجاح صاحب الشركه اللي انت شغاله فيها؟ وهنا انا بسميها لما بيدينا مرتب ثابت، المرتب ده سوري هو بيرمي لي فلوس. يعني انا عماله انجح في الشركه وبدي وقت ومجهود في شركه ثانيه، انما اوريفليم بتديكي نسبه ان انت كل ما هتعملي مجهود اكتر، كل ما هتدي وقت اكتر، انت بايدك تقدري تمدي ايدك في قلب الشركه وتاخدي الفلوس اللي عندك. اولا من حيث المجال في اوريفليم بجد احنا بره ما تعلمناش ان احنا نحلم. يعني احنا في حياتنا الشهريه مفيش حد يقدر يقول لك نفسك في ايه، تحلمي بايه، لا ارضي بالامر اللي احنا فيه وخلاص. انما اوريفليم اتعلمنا ان احنا نحلم بجد. انا اول ما دخلت كنت في 2018، ما اقدرش انسى 15/8/2018 اخر اسبوع في رمضان. فاللي هو فعلا مش واثقه في اوريفليم، وكنت شغاله سكرتاريه في شركه ادويه. حرفيا انا بصرف على المكان، انا بجيب لهم شاي وسكر اصلا في المكان، مرتب ضعيف جدا. ما سبتش، قلت لا عشان انا لسه مش واثقه في اوريفليم، اما اشوف كده اوريفليم هتديني ايه، ومش هسيب الشغل بتاعي ده غير لما اوريفليم تديني نفس المرتب الاول. فضلت اشتغل واجتهد، اخدت نفس المرتب. لما وصلت بعد شهرين مستوى 12%، اكيد معظمنا هنا عارفين، لان 12% مرتبه من 1000 ل 1200 جنيه. خلاص هنا كده ايقنت ان اوريفليم بيجي بقى منها فعلا فلوس. فقاعده في بيتي معززه مكرمه، اللي هو عارفين انتوا اللي احنا ستات سترونج وومن والكلام ده، ولكن احنا ما نقدرش على البهدله.
عايزين نقعد في البيت، عايزين نرتاح في البيت، شتاء صيف داخل علينا عايزين نقعد في البيت. فبدات ادي وقتي اكتر واهتمامي اكتر للاوريفلام لحد ما وصلت للمرتب اللي عندي. هنا قدرت اتعلم ازاي احلم. كتبت ان انا تشالنج بيني وبين نفسي ان انا عايزه اوصل لمرتب 7000 جنيه بعد 5 شهور، لاني حطيت بلان لنفسي الشهر اللي بعده 15، اللي بعده 18 هطلع الواحد 20%. ساعتها في البيت ما كانش في اي حد مصدق ازاي ان انا اوصل للمرتب ده وانا قاعده في بيتي قافله عليا الاولى. فعلا شهر 11 2018 لقيت السيستم بيقول لي ان انا مرتبي 7000 جنيه عشان طلعت مستوى 20%. كنت في الشارع والله صورت في الشارع تاني. هنا قدرت ان انا احلم، كتبت بقى الاحلام بقى خلاص بقى ده ايه ده في حاجات بتتحقق اهو. بس على المستوى الشخصي قدرت ان انا احكي لكم تجربه، ولكن على المستوى الفريقي التيم بتاعي معايا تيم من جميع محافظات مصر. انا يكفيني ان انا كل شهر الستات زيكم كده بالظبط ما نختلفش عن بعض، في منهم طلاب، في منهم سيدات مختلف الاعمار، مهندسين، دكاتره، ايا كان. كل شهر دايموند جهاد انا جبت الفرن اللي نفسي فيه، حلم صغير. اللي بعده انا لسه منزله بوست على صفحتي، واحده جابت ايفون نفسها فيه بعد ما اشتغلت 4 شهور في اوريفلام. واحده ثانيه انا سديت ديون جوزي. واحده ثالثه احنا اشترينا ارض احنا كان نفسنا فيها. الاحلام دي بالنسبه لي انا بحكي لكم دلوقتي بجد جسمي بيقشعر، لاني انا ببقى فرحانه لهم اكتر ما بكون فرحانه في نفسي. شايفه احلام الناس بتتحقق قدامي، بس انا عارفه ان ممكن يكون ناس هنا قاعده لسه مش واصله. ادي لنفسك فرصه انك بس تجربي، هتقدري تلمسي ده، وهيجي عليكي الوقت انك تقفي مكاني وتحكي ده عن نفسك. ده بقى هنا اللي بيفرق في نجاح البيزنس بتاعك. ده اللي بيفرق، ان ما اتكلمش عن حد، لا اتكلم عن نفسي. هتقدري تلمسي قلب اللي قدامك، ولكن اسعى يا عبدي وانا اعينك. ما حدش يقول انا عايزه بس، لا عايز واعمل مجهود هوصل للي انا عايزاه. شفت يعني شغل كتير جدا جدا، مش هتلاقوا المميزات دي كلها. يكفي ان انا سافرت في سنه 2023 4 مرات بره مصر مع اوريفلام. ركبت احلام بتتحقق مع اوريفلام، سواء فلوس سواء بقى حتى جمال. انا حسيت نفسي ان انا بشرتي اختلفت كتير مع اوريفلام، ما كنتش مهتميه، ولكن اوريفلام اجبرتني ابقى جميله. يعني حتى لو انا شغاله في شغل تاني هاخد فلوسه عشان اولويات، ولكن اوريفلام انا شغاله في المنتجات اللي هتخليني جميله، فلازم ابقى بشرتي صافيه وبيور علشان اقدر اقنع اللي قدامي بالمنتج اللي انا بتكلم عنه. يا رب اكون قدرت